ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده الساعة 10 بالليل ماتش مصر وبلجيكا. أول ماتشات مصر في مباراة كأس العالم 2026. طبعا عايزين نعمل تحليل بسيط كده للماتش. منتخب بلجيكا فريق قوي، مش زي هو بلجيكا اللي لعب 2022 وطلع من المجموعات على ايدي المغرب وكرواتيا. لا، فريق قوي. المهاجم بتاعها غير لوكاكو اللي بيلعب في اتلانتا، عندها الوينج بيلعب في الارسنال، عندها دي بروين، عندها دوكو مانشستر سيتي، عندها الجون بتاعها كورتوا من اعظم اجوان العالم. الفريق ده مش سهل يا جماعه، عندها الدفاع بتاعها قوي جدا. الفريق ده نازل متحفز، مش فريق اوروبي سهل نازل مستهين بيك. لا، ده فريق مجروح من السنه اللي فاتت، من البطوله اللي فاتت. فريق عارف انت غلبته البطوله. يعني في استعدادات مباراه 2022 كنت لعبت في الكويت وخسر منك 2-1. عارف الدوكو بيلعب معاه عمر مرموش ومحمد صلاح، طبعا كل العالم عارفه. الفريق ده هينزل وعامل لك ألف حساب، زي ما البرازيل كده يعني عرفت قيمة المغرب فنزلت لها كانت عاملة لها ألف حساب. البلجيكا في كذا حاجة قدامها. أول حاجة عايزة تثبت إن هي فريق قوي. عارفاك أنت كسبتها قبل كده، مش هتديك النفس إن أنت تعمل عليها مفاجأة. فهيبقى ماتش قوي جدا 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 جدا. مش عايز اقول ان هو من اقوى الماتشات للفرق العربيه او الافريقيه مع فرق اوروبيه. احنا طبعا شفنا اليابان امبارح عملت مع هولندا ماتش ملحمي. تونس خسرت من السويد، بس تونس كانت يعني فريق مفكك جامد. آه، مصر، المنتخب مصر فيه حاجتين لازم نلعب عليهم. اول حاجه ان احنا نامن دفاع، تاني حاجه ما نخافش، لازم نهاجم. الفريق ده ليه نقط ضعف قويه جدا، الدفاع بتاعه بيتضغط عليه بسهوله، بيتاخد منه جوان، فما ينفعش نركن ورا زي ماتش السنغال مثلا. ماتش السنغال في بطوله افريقيا لما ركننا ورا وجينا دخل فينا جون في ايه، في اخر خمس ست دقائق. ما ينفعش نركن الاتوبيس ورا، لازم الفريق ده يتهاجم، لازم تعمل عليه الهجمات المرتده. الفريق مصر لازم تلعب بنفس طريقه ماتش كودوفار. شفت ماتش كودوفار في بطوله افريقيا لما كسبنا ولعبنا على الهجمه المرتده. هو ده اللي المفروض نلعب بالخطه دي، التزام تكتيكي لازم من كل اللعيبه في الملعب، من كل اللعيبه. سواء محمد هاني مع دوكو لازم حد يميل معاه، دوكو ما يعديش. ما ينفعش نركن ورا عشان هم هيشتغلوا لك في الرفعات، هم عندهم الهيدز حلو جدا. لازم تلعب عليهم هجمه مرتده كويس جدا، لازم تجيب كورنرات عشان كل الاجوان اللي بتيجي عليهم تيجي من كورنرات، هم عندهم تشتت رهيب في الكورنرات، بيدخلوا اجوان. لازم حتى لو دخل فينا جون ما نفتحش، ما ينفعش نفتح مع فريق زي بلجيكا عشان هنخسر كتير. تونس لما فتحت معاها خسرت 5-0 من حوالي اسبوع ل 10 ايام. لازم نلعب السهل، نلعب بسرعة. ما نخافش هيدخل فينا جون، ما نقلقش، نمسك الكورة، ما نتفزلكش، مفيش حد من خط الوسط يتفزلك. وربنا كريم ان شاء الله. تشكيل المنتخب، انا بقول لو المنتخب نزل بالتشكيل، يبقى مصطفى الشوبير في حراسة المرمى، محمد هاني يمين، احمد فتوح شمال، يلعب برامي ربيعه ومحمد عبد المنعم عشان يعرف يطلع بالكرة كويس جدا من تحت. ولو هيلعب بثلاثة يلعب بحمدي فتحي معاهم ورا، يبقى الثلاثة دول ورا. يلعب قدامهم مروان عطية، وانا من رأيي يلعب بإمام عاشور. مروان عطية وإمام عاشور، عشان إمام عاشور هو أول ما يستلم الكرة هو هيودي صلاح وهيودي مرموش. يبقى أنت هتلعب كده بخمسة، بخمسة ورا، وقدامهم مروان عطية، وبعد كده هتلعب بإمام عاشور وجنبه تريزيجيه، وقدامهم كده خمسة تلاتة اتنين. هتلعب بالخمسة اللي ورا اللي احنا قلنا عليهم، وبعد كده مروان عطية وقدامهم تريزيجيه وإمام عاشور. تريزيجيه يميل شوية للتمانية، مش لازم يبقى هاف. وقدامهم او يلعب قدام هاف بس يميل تحت مع امام عاشور. وقدامهم يبقى محمد صلاح ومرموش، وطبعا تريزيجيه في الشمال ويرجع مع ايه، مع امام عاشور.
الالتزام التكتيكي اهم من اي حاجه. يعني مروان عطيه وامام عاشور يلعبوا 6 اكتر منهم 8. اول ما الكره تيجي مره واحده هجمه مرتده على طول، عشان امام عاشور ومروان عطيه الاثنين رجلهم حلوه جدا في تطليع الكوره. اللي احسن اتنين قدامك امام مروان عمر مرموش ومحمد صلاح. وطبعا شوط مرموش سرعة صلاح ممكن تظبط معاك الجيم جامد جدا. الالتزام اهم حاجة في الماتش ده، والوقت. يعني كل ما الوقت هيعدي كل ما هتكتسب ثقة، كل ما ما الرهبة هتروح، كل ما هنلعب كويس جدا. اهم حاجة لو دخل فينا جون يا جماعة ما ينفعش نفتح، ما ينفعش نفتح. توقعي للماتش ده ان شاء الله لو التزمنا هيبقى تعادل. تعادل باذن واحد احد تبقى بدايه فتحه ليك في المجموعه، ان انت بعد كده مع نيوزيلندا وايران تعمل حاجه كويسه. لو ربنا كرم وكسبنا يبقى فضل من عند ربنا، بس انا توقعي لو التزمنا آه، يعني نتعادل في الماتش ده. لو ما التزمناش هنخسر 1-0. فربنا كريم وان شاء الله منتخب يكسب ويفرحنا ويلعب بأداء كويس وكله يلتزم، وان شاء الله نصعد من المجموعة دي. واحنا مع بعض ان شاء الله بعد الماتش. طبعا في ماتش قبليه اللي هو اسبانيا والراس الاخضر. وان شاء الله بعد الماتش ممكن ننزل ريلز او نعمل تحليل تاني بين الشوطين، او قبل الماتش ساعة ما التشكيل ينزل، وبعد الماتش ان شاء الله بعد الماتش بننزل. سلام.